فمدينة الدار البيضاء كما قلت أولا بالإضافة لهذه المعلمة الكروية نتاع مركب محمد الخامس، كان الملعب الكبير اللي انطلقت فيه الإشغال وإن شاء الله يكون جاهز في 2027. وكما قلت اللي غادي يكون معلمة كروية مغربية تاريخية، وكل الأمور تتجه كما قلت لاحتضان هذا الملعب ولتشريف الدار البيضاء الكبرى باحتضان أهم المباريات نتاع كأس العالم 2030، واستعدادا لكل هذا ولكأس إفريقيا للأمم. بطبيعة الحال مدينة الدار البيضاء انطلقت الإشغال في مجموعة من الملاعب، لا في ويناس مركب نتاع مدرسة تكوين فريق الوداد بتجهيز ملعبين من العشب الطبيعي، زوج آخرين في أكاديمية الرجاء الرياضي.